انا ما اقدرش اكسر لكم كلام. في فيديو الزيتون اللي فات قلتوا لي يا نرمين انت بتعمليه مشطشط قوي، عايزينه ساده. عينيا الاتنين، هعمله لكم النهارده ساده ويقعد معاكم اكتر من سنه. طعمه حلو خطير مش ممرر، عمره ما هيعمل ريمه من على الوش ومن غير خل. بصوا هنا معايا 3 كيلو زيتون، وانا النهارده هستخدم الزيتون التفاحي. بصوا التفاحي بيبقى شكله عامل زي التفاحه كده، بصوا ده شكله. وانا يا دوبك اديت له شرحه صغيره بالشكل ده بالسكينه، وممكن كمان ما تعملوش، وانا يا دوبك غسلته ما نقعتوش خالص. والتاني ده انا شلت النوايا وحشيته جزر بالشكل ده. بصوا ده شكلها بعد ما انا خرمتها، وبعد كده بجيب جزرايه صغنطوطه وبروح مدخلاها بالشكل ده. بصوا بتبقى شكلها حلو قوي. هجيب بقى البطرمان بتاعي. طبعا البطرمان انا غسلاه كويس جدا ومعقماه بميه مغليه لغايه لما بقي زي الفل. وكل اللي انا هعمله معايا هنا حوالي 400 جرام من الليمون، انا مقطعاه شرايح بالشكل ده. هحط حبه من تحت بالشكل ده، وفي البطرمان التاني برضو هحط كام واحده. وهحط الزيتون بتاعي في البطرمان زي ما انتم شايفين. انا ولا حاطه حبه البركه ولا عصفر ولا جزر ولا اي حاجه، المره دي عامله لكم ساده خالص. هحط شويه وباجي برضو في النص كده وبروح حاطه كام شريحه ليمون في النص، وهملى البطرمان بتاعي كله. وبين كل طبقه وطبقه كده بحط كام شريحه ليمون. وطبعا اهم حاجه لازم نديله ضغطه بالشكل ده. ومن فوق هحط برضو كام شريحه ليمون وهضغط عليه كويس. وبرضو هجيب البطرمان الزيتون اللي انا حشياه جزر، هحطه برضو في البطرمان بالشكل ده، وبرضو نديله ضغطه بالشكل ده. وبرضو هحط كام شريحه ليمون من فوق. تعالوا بقى نجهز المحلول. علشان اجهز المحلول بجيب ميه تكون مغليه وبسيبها لغايه لما تبرد. دول 2 لتر. هزود عليهم 8 معالق كبار ملح خشن، معلقتين كبار سكر، وهقلبهم كويس جدا لغايه لما الملح يدوب خالص. وبعد ما دوبنا الملح كويس جدا، الاختبار اللي ما اقدرش استغنى عنه البيضه. بحط البيضه كده، بصوا هي غطسه تحت، فمعنى كده ان هي محتاجه شويه ملح كمان، فهزود حوالي معلقه. هحط البيضه كمان مره. اول لما الاقي في جزء منها باين وعايمه على الوش، يبقى معنى كده ان هي الملح بتاعها مظبوط. ومعايا هنا نص كوبايه عصير ليمون. انا مش هحط خل المره دي. وبعد ما جهزت المحلول هبدا ازوده بالشكل ده. ولا حطيت شطه ولا حطيت هريسه ولا حطيت اي حاجه اهو. ونعبي البطرمان التاني بنفس الطريقه. وهاجي على الوش واحط شويه زيت زيتون حبه حلوين كده. وبكده اكون خلصت الزيتون الساده من غير اي افتكاسات زي المصانع بالظبط. التسويه بقى هسيبهم في مكان مظلم معتم تقريبا شهر شهر ونص، هتلاقوهم استووا بقوا تمام. وعشان تحافظوا عليهم اطول فتره ممكنه لما يستووا، ما نطلعش بايدينا ابدا، بمعلقه تكون ناشفه ما فيهاش اي ميه ونطلع منها ونستخدم. ما تنسوش بقى تعملوا فولو للصفحه وتشجعوني باحلى لايك عشان انا بعمل لكم كل طلباتكم. ويا رب يعود عليكم الايام بالف خير، وبحبكم جدا. اكتبوا لي بتتابعوني منين، اشوفكم على الف خير. باي باي.